سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجدد إيماننا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونجدد توبتنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونصلي ونسلم على حبيب القلوب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفال الدنيا في كل مكان، أولياء أمور أطفال الدنيا، أيها الآباء الأعزاء وأيتها الأمهات الغاليات، معي اليوم 3 هدايا. الهدية الأولى طبعا هي فضيلة الشيخ خالد، الذي يطلب منكم الدعاء بالبركة فيه وفي إخوته وفي كل أطفال الدنيا أولادا وبناتا. الهدية الثانية أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الجهاز الصغير، معلم القرآن الكريم، الذي من السهل جدا أن نفتحه ونقرأ فيه ونتعالى عز وجل. معانا في البيت مثل هذا الجهاز أو أي وسيلة، على التليفون المحمول بنحمل المصحف المعلم. معانا في البيت بفضل الله الهدية الثالثة موجودة في كل بيت، وقليل من ينتبه لهذا الكنز، قليل من ينتبه لهذا الكنز. الكنز هو إيه؟ الكنز هو أي راديو صغير بفضل الله عز وجل بنفتح عليه إذاعة القرآن الكريم. كنز، طبعا كنز. ده أنت عندك عمالقة القراء وعمالقة القرآن الكريم يأتون إلى بيتك يزورونك 24 ساعة. يبقى كنز ولا لا؟ كتاب الله عز وجل يتلى في بيتك، تتنزل البركة والرحمة، كما قال أبو هريرة: مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع بأهله ويزيد خيره وتحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين. انت عاوز البركة تتنزل في البيت، بركة في الرزق، بركة في المال، بركة في العمر، بركة في الذرية، البركة في الوقت. افتح القرآن وهنسمع القرآن في بيتنا، وأولادنا هيسمعوا القرآن. أفضل من البلاي ستيشن والألعاب اللي خربت عقول أولادنا وبناتنا، وجابت لهم تشتت في الذهن، وجابت لهم التوحد، وجابت لهم الانعزال المجتمعي،
ويصبح الواحد منهم ماسك تليفونه وعامل رقبته كده ساعة ساعتين ثلاثة لغاية لما نظره يسحب منه. عايزين نسمع كلام ربنا عز وجل. رحم الله زمانا كان في كل بيت إذاعة القرآن ليل ونهار. آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا نسأل الله أن يبارك في أعمارهن على الطاعة، وأن يرحم من سبقونا للقاء الله عز وجل، كانوا لا ينامون إلا وإذاعة القرآن مفتوحة وكلام ربنا بيقرأ في البيت. كانوا لا يقومون إلا وكتاب الله عز وجل يقرأ. يعني تمشي في شوارع المسلمين تسمع الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ محمود علي البنا. تبقى ماشي في الشارع تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع السيرة، تسمع علوم القرآن، تسمع علوم السنة وفقه السيرة، تسمع كل العلوم الشرعية بجانب بركة القرآن الكريم. فالكنز دهوت هنفضي نفسنا ونفضي أسماعنا له متى. انت عارف ان اهل النار يوم القيامة يقولوا ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو كنا ايه؟ نسمع. عايزين نسمع القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عاوز شفاء وعاوز رحمة وعاوز سكينة، افتح القرآن الكريم في البيت. كفاية أغاني، كفاية على مواقع التواصل تضييع الأعمار. لا أقول تضييع الوقت، ولكن تضييع الأعمار. احنا كل يوم فقد الشباب فقد الشباب فقد الشباب. الدور على مين؟ الدور علينا احنا، الدور علينا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عايزين نسمع كلام ربنا في بيوتنا، ونتقي الله في أولادنا، نسمعهم القرآن، نسمعهم الشفاء الرباني، نسمعهم كلام ربنا عز وجل. كانت هذه 3 هدايا في هذه الدقائق المعدودة. الهدية الأولى فضيلة الشيخ خالد الذي يحييكم بتحية الإسلام ويطلب منكم الدعاء بالبركة له ولكل أطفال المسلمين. الهدية الثانية كانت جهاز القرآن الكريم اللي بنسمع عليه المصحف المعلم، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيه معظم قراء القرآن الكريم في العالم العربي والعالم الإسلامي وأئمة الحرم. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، المصحف المعلم والمصحف المرتل والمجود، حتى القراءة بالحدر اللي عاوز يراجع بسرعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني جزى الله خيرا كل من شارك في تجهيز مثل هذا الجهاز، أو كل من أعد البرامج على التليفون وعلى النت لخدمة القرآن الكريم وعلومه وتفسيره. الهدية الثالثة كانت الراديو اللي موجود في كل بيت، الذي نفتح ونسمع ونتمتع بإذاعة القرآن الكريم ونتمتع بكلام الله عز وجل حتى تتنزل البركة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أنر بالقرآن قلوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا ومدارسنا وجامعاتنا وكل بلاد المسلمين بنور القرآن. وأنر بالقرآن قبورنا وشفع القرآن فينا على الصراط يوم تزل الأقدام. وألبسنا به الحلل في الجنة وأسكننا به الظلل في الجنة.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان